عماد، ايه يا ندى؟ بقول لك ايه، نعم. ماما واخويا جايين النهارده. جايين النهارده؟ اه. يشرفوا يا حبيبتي وينوروا. طب بقول لك ايه، امشي انا بقى عشان اروح الشغل. شغل؟ استنى يا عماد، شغل ايه؟ بقول لك ماما واخويا جايين النهارده. طب وفيها ايه؟ ما فيهاش حاجه، بس المفروض هتقعد معاهم، امال هيجوا يقعدوا مع مين؟ يا ستي هيجي يقعدوا معاك، وبعدين ده البيت بيتهم يعني، ده مش غرب. وبعدين هم بييجوا من الصبح بيمشوا بالليل، فانا هلحق يعني واقعد معاهم. هما بيحبوا قعدتك يا عماد، ما تخليكي النهارده، وفيها ايه يعني؟ يا حبيبتي اروح الشغل احسن، حتى يبقى اجيب حاجه وانا جاي. لا خليك، وهننزل نجيب كلنا حاجات ونتمشى ونخرج وكده، عشان انت عارفهم يعني. لا ده انا عارفهم قوي. خلاص ماشي يا ندى، بلاش شغل ونقعد عشان خاطر امك واخوكي. ماشي. بص، وانا بقى هروح اعمل لهم اي حاجه كده، انت عارف ان هم ايوه بيعتبروا عارف. البيت بيتهم يعني. ده طبعا. هما بيعتبروا البيت بيتهم؟ ده فاكرين اللي هو اصلا بيتهم وانا اللي مأجر وقاعد هنا، او بيشفعوا عليا. انا مش عارف هما بيعملوا معايا ليه كده. هو ايه لازمتها كل شويه يجوا من الصبح يمشوا بالليل، يجوا من الصبح يمشوا بالليل؟ انا زهقت. هم اتاخروا ليه بس؟ اما اكلم ماما. الو، ايه يا ماما؟ انتوا اتاخرتوا كده ليه؟ مش قلتي هتيجي بدري؟ ايه داخلين علينا؟ طيب اقفلي بسرعه بسرعه، يلا سلام. عماد. ايه يا ندى؟ عماد. نعم. بقول لك ايه، ماما واخويا جايين وانا مش هلحق اعمل اكل ولا هلحق اعمل حاجه. يعني ايه؟ فاطلب لنا اكل، هتنزل تجيب اكل من تحت. اطلب اكل؟ قوي قوي يا حبيبتي، حاضر. اطلب لهم ايه يعني؟ كفته، فراخ مشويه، سلطات بقى، عيش. ايه يا ندى، ايه الكلام اللي انت بتتكلميه ده؟ هو احنا على العشاء يا بنتي؟ ده احنا على الفطار. في حد بيفطر فراخ مشويه وكفته ليه يعني؟ يا عماد هما نفسهم بتبقى مفتوحه دايما، فيعني هتستخسر فيهم شويه فراخ وشويه كفته؟ لا يا حبيبتي، لا انا ما اقصدش. من عينيا حاضر. فرخه ولا فرختين وكيلو كباب وكفته مشكل بقى، حاضر. وعيش وسلطات، وخليه يكتر من السلطات. عايزه حاجه تاني؟ لا بس كده كفايه. لو انت بعدين؟ عايز تجيب هات ازازتين بيبس او اي حاجه ساقعه كده وانت داخل، بس عشان يعني بلعك. طب وانت هتفطري معاهم ولا اعمل حسابك معايا في بسكوته؟ لا اعمل لي حسابي معاك في بسكوته وكيس لبن. حاضر. استغفر الله العظيم يا رب. ايه بس على الصبح بس اروح اجيب فراخ وكفته وكباب؟ وايه ندى اللي بتعمله معايا ده؟ ده مش عامله عليا خالص. كل اللي يهمها اخوها وامها، وجوزها بقى مش مهم، مش فارقه معايا في اي حاجه. حتى ما يروحش الشغل عادي، اهم حاجه يقعد. وانا اشتغل لهم خدام ولا ايه؟ هو عماد ماله كده؟ اول ما قلت له ماما واخويا جايين قلب وشه. يا رب ما يقلبش وشه بقى قدامهم ويبقى شكلي وحش قدام ماما واخويا، يقولوا عليا ايه اصلا. بعدين يعني طلباتهم بسيطه، هو ايه يعني فراخ وكفته؟ ناس بتحب تنزه نفسها وتاكل فراخ وكفته على الصبح، احنا مالنا؟ لا عماد لو فضل على كده هيكسفني قدام ماما واخويا، لازم لما يجي انبهه. اما اشوفهم دول فين. الو. ايوه يا احمد، انت وصلت فين لحد دلوقتي؟ طيب ماما كويسه؟ زورها تعبها شويه؟ طب تعالى وانا هتصل بعماد يجيب لها حاجه من الصيدليه. خلاص ماشي، هكلمه دلوقتي. ماشي يلا سلام. اما اتصل بعماد. يا ربي ما بيردش ليه؟ الو. ايه يا عماد انت بتردش عليا ليه؟ طب بقول لك ايه، ماما تعبانه شويه وزورها وجعها، يا تجيب لها حاجه من الصيدليه يا تجيب اي حاجه لزورها وكده، حاجه سخنه، وهات حاجه ساقعه برضو. ماشي.
هو انت متضايق من حاجه؟ طب بسرعه يا عماد وعايزاك في كلمتين. يلا سلام. كلمت عماد وماما. اما اقوم اشوف بقى حضر الاطباق. يا احمد ما تسبقش كده. يا ام اهدي ابسطي. ايه؟ كلمت ندى وعرفتها ان زورك وجعك، وقالت هتكلم عماد يجيب لك حاجه من الصيدليه. لا صيدليه ايه؟ ده ياخدني يوديني عند احسن دكتور. امال ايه؟ عندك حق، هخليه يوديك عند احسن دكتور يوم على ما انا بقى اتغدى. ماشي ماشي يا حبيبي، كل انت وتهنى. هو ياخدني يوديني عند الدكتور يكشف لي ويجيب لي العلاج. عشان انا عارف ان اختي بتبقى محضره اكل حلو كده، وبصراحه ساعات بروح عندها ببقى مجوع نفسي عشان اقدر اكل. بيني وبينك يا ولا هم اكلهم حلو، بس برضه تصمم علينا وياخدني يوديني للدكتور. وانت لو ما قدرتيش تاكلي اخليها تلف بقى الاكل وناخده البيت، يبقى تاكلي براحتك لما تخفي. امال لا تاكل منابي يا مفجوع؟ لا انا اقصد يعني احسن تقولي نسيبه ونمشي. لا يا حبيبي نمشي. ايوه يلا 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 بينا. يا ربي عماد اتأخر قوي. الو. ايه يا عماد انت اتأخرت قوي كده ليه؟ كل ده بتجيب الحاجة؟ جبت ايه قولي؟ كترت من السلطات؟ هات ازازتين حاجة ساعة من الكبار. ايه اللي مش لاقي؟ ما السوبر ماركتات 24 ساعة فاتحة يا عماد. ايوه فاتحين 24 ساعة، هو في سوبر ماركت بيقفل؟ ازازتين حاجة ساقعة. طب عديت على الصيدلية؟ هو انا مش لسه مكلماك من شوية قايله لك ماما زورها تعبان وهات لها حاجة؟ نسيت؟ طب يا عماد هما جم، ممكن تعدي على الصيدلية بسرعة وتجيب أي حاجة لزورها؟ طيب ماشي سلام. أيوة ندى. أحمد ماما. ما تسلمش عليا. احسن تأديك استنى، دي عندها دور برد شديد. تعالي أنا قلت لعماد إن هو يجيب لك حاجة. ماشي يا قلبي، يجيب لي ايه؟ يجيب لك حاجة من الصيدلية. ادخل احنا هنتكلم على الباب، في مالكم؟ حاجة صيدلية ايه؟ ده يكشف عليا عند دكتور. عيوني يا ماما بس يجي. أيوة يجي كده. وتختاروا وننزل نكشف عند دكتور. حاجة عليه ايه؟ استعجليه. حاضر هرن عليه دلوقتي اشوفه علشان نروح للدكتور. ايوه تترن عليه يحجز بسرعة عند الدكتور. ويجي حالا يسيب اللي في ايده ويجي يا ندى. طيب والله نزل يجيب فطار وحاجه ساعه. هروح اعمل لك اي حاجه سخنه لزورك يا ماما. ماشي، وطي صوتك يا ولد، دماغي على اخرها. ما اعمل لها يا ام، تقول لك حاجه من الصيدليه قالوا ترن عليها يجي، ممكن يجي دي ممكن يجي المغرب ولا حاجه. يعني يا عظمي ابلع رياك بقى، انت بترغي كتير ليه؟ معلش يا ام هتبقى كويسه، بس بقول لك ايه، انا مش شامم ريحه اكل ولا حاجه. يمكن مناخيرك قفلت زيي، انا كمان مش شم حاجه. لا يا ام انا مش عارف، هو ندى هتعملها فينا ومش عامله اكل ولا ايه؟ اللي انا فيه ده اهو بسببك، منك لله انت اللي سبت الشبابيك مفتوحه. ماما ما انا اعمل ايه طيب، راحت عليا انا ما كنت راجع تعبان. يلا الحمد لله. اتفضلي يا ماما، عملت لك ليمون بالنعناع يروق زورك شويه عقبال ما عماد يجي. حبيبتي تسلم ايدك، بس ده مش هيغني عن الدكتور. لا يا ماما انا دلوقتي هكلمه. استني شوفي يجي بسرعه يسيب اللي في ايده ويجي، انت شايفه امك تعبانه. حاضر يا امي بتحب الليمون بالنعناع؟ بموت فيه، وشكله كده جوز اختك جايبه طازه. ما هو انت ما فيش حاجه ما بتحبهاش يا امي. الو. ايه يا عماد؟ يعني ايه دي؟ يا عماد ماما واخويا جم. عماد هو انت بتتكلم كده ليه؟ عماد ما تكسفنيش قدامهم بعد اذنك. انا اخد. جبت الحاجه اللي انا طلبتها؟ طب بسرعه بقى علشان نودي الماما للدكتور عشان شكلها تعبان قوي. احمد اخويا ايه؟ احمد اخويا تعبان مش هيعرف يوديها. بعدين يا عماد انت فاهم عنه وهتعرف تتعامل مع الدكاتره. احمد اخويا مش هيعرف. هو معترض؟ لا يا ماما لا. طب ماشي يلا خلاص جبت كل حاجه. طيب يلا سلام. هيتاخر. لا ده جاي. ايوه عم اشرب البتاع ده اهو يكون جه. جاي تعالي الا دي بتاع مين؟ دي بتاعت عماد.
خلاص انا خدتها بقى بتاعتي. خديها يا ماما، خديها. ايوه عشان خديها. اسمع عليها قران. ما تغلاش عليك يا ماما. حبيبتي لما تشغلي انت الشاشه بتخليني ما بعرفش انام. ولا دي تجيلها بكام يا ولد؟ يوم مش دلوقتي اما نروح. عشان ابح. اشربي يا ماما الليمون، اشربي يا ماما روقي زورك. ماشي يا حبيبتي. خلاص هجهز انا علشان اول ما عماد يجي نروح للدكتور على طول بيه. لا انا هروح معاه هو انت للدكتور. اقعدي هنا عشان اتغدى. انا عايز اكل. ايه خلاص ماشي ولا انت مش عامله اكل؟ انا مش شامم ريحه حاجه يا ندى. في ايه؟ لا طالبه لكم فراخ وكفته. انا قلت بقى مش هلحق اعمل اكل فطلبت لكم اكل جاهز. بجوع نفسي وعامل حسابي بقى ان انا جاي هنا هلاقي الخير كله. لا انا قلت لعماد يجيب لكم فراخ وكفته. ماما انت شكلك سخنه. ايوه انا هروح للدكتور. منامي يتعان، سخنه بقى بارده ما يفرقش معايا، حاجتي تتعان. حاضر يا ماما والله من عينيا، يعني انا هنساكي. وبعدين انا طلبت لكم حاجات حلوه هيجيب لكم حاجه ساقعه. ما كنتش عارفه ان انت تعبانه والله، بس خدي العلاج وتروقي وماله اشربها. خليه يجيب تورته كده ولا حلويات ولا حاجه. حاضر. خليه بس يجي واحنا جايين من عند الدكتور هيخليه يجيب كل اللي انت عايزه. مش هتسالي يا ام والنبي، مش مالكش ناخد دعوة. معانا. احنا مروحين احنا بنسهر ما بنلاقيش حاجه تسلينا. حلو يا ماما الليمون بالنعناع اعمل لك؟ لا يا اخت، انا لسه جعان، لازم اكل الاول وبعدين ما بشربش الحاجات دي. عايز عصاير، حاجه ساقعه. خلاص ماشي. خليكي لاخوكي. سلام يا ندى، سلام. هو ايه القرف اللي انا فيه ده بقى؟ والعلاج اللي انا جبته ده؟ يعني اروح ارجع العلاج عشان اروح اكشف عليه عند الدكتور؟ انا ولا اودي للدكتور ولا غيره، هي تاخد العلاج وخلاص. وان كان على كده ما احمد ابنها يوديها، وانا هشغل لهم بقى مرمطون اللي اروح اجيب لهم اكل واروح اودي للدكتور، ناقص ادخلهم الحمام. ايه تاخر ليه كده؟ مش عارفه يا ماما قال زمان جاي. وصل يا عماد اهو. تعالى يا عماد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا احمد؟ ورحمه الله وبركاته. عنك بالراحه يا احمد. عنك. الف سلام عليك يا حماتي. انا جبت لك العلاج اهو، ان شاء الله تقومي بالسلامه باذن الله. يلا بقى خدها وديها للدكتور يا عماد. لا يا عماد بص، انت هتاخد ماما وتوديها للدكتور دلوقتي وعقبال ما احمد ياكل وكده ويقعد شويه وتكون انتوا جيتوا. مفيش موضوع علاج ده، انت هتوديني عند الدكتور على طول. انا جسمي يا ابني كله بيوجعني. يا حماتي ما هو الدكتور برضه في النهايه هيكتب على العلاج، يعني مش هيجيب لك حاجه من بره او هيجيب لك حاجه من السماء. بس يبقى كشفت. هيكتب الحاجه المظبوطه. انما انت عايزنا نروح الصيدليه ويدونا حاجه غلط ولا حاجه؟ لا يا اخوي. يلا بس يا عماد، يلا كده عشان تلحقوا. يا احمد طب ما نجرب بس العلاج ده وساعتين ثلاثه ما فاقتش ولا قامت بالسلامه؟ عماد هي امي ما بتفش غير لما تروح للدكتور يا عماد. انت هتعرفها عننا ولا ايه؟ عماد تعالى بعد اذنك. العلاج ده انا مجرباه ومش هيجيب نتيجه. انت شفتيه يا حماتي؟ تعالى يا عماد لو سمحت، تعالى عايزاك في كلمتين. لا اقعدوا. تعالى يا عماد بعد اذنك. ايه يا عماد اللي انت بتقوله دوت؟ وايه اللي انت بتعمله دلوقتي قدام ماما واخويا؟ عايزاني اعمل ايه يا ندى؟ عايزاك تاخد ماما وتروح توديها للدكتور. يا عم اكشف لها عادي، يعني فيها ايه؟ يا ست انا ما قلتش حاجه. طب ما تخلي اخوك احمد اللي قاعد بره ده ما يروح يكشف عليها. احمد جاي تعبان، هياكل وهيريح شويه. هياكل ويريح شويه كمان؟ بقول لك يا ندى انا اللي تعبان وسيبيني في حالي. يا عماد ما انت في قيمه ابنها الكبير برضو، يعني مش جوز بنتها، يعني ابنها. ايوه طيب خلاص خدها للدكتور اكشف لها وريحها يا ستي، هي ست كبيره لو ما ريحناهاش. وبعدين الدعوه منها بالدنيا، يمكن تديلك دعوه حلوه. الست مش عايز دعوتها. طب معلش هتاخدها برضك وتوديها للدكتور، ولو سمحت افرد وشك شويه، شكلك قدامهم مكشر ومش طايقهم. كده كويس؟ كويس. ممكن بس تتعامل بالراحه كده وما تجادلش وقول لها يلا ومش عارفه ايه. ايوه ودلعها ولو جيب لها حاجه واحنا ماشيين. تريق ابتسامه. يلا. هما بيتفاوضوا على ايه؟ استني يا امي. ماما عماد جاي ياخدك عشان يوديكي للدكتور. اتحايلت عليه شويه؟ لا اتحايلت عليه ايه ده، هو قال لي هياخد فلوس بس ويروح معاكي. ماشي. في دكتور على اول الشارع استشاري، دكتور كبير يعني. لا اللي على اول الشارع ده
تذكرته رخيصه يبقى اكيد ما بيفهمش وما بيعرفش يكتب علاج ولا بيعرف. لا 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 لا. ما انت عايزه تروحي فين يا حماتي؟ في دكتور انا بسمع عنه مكسر الدنيا اسمه محمد جمال. محمد جمال؟ ايوه ده كويس عشان الكشف بتاعه غالي. يبقى كويس كام؟ 2000 جنيه ولا 2000 وكام؟ تقريبا 2000 جنيه يا احمد. الكشف بتاعه ب 2000 جنيه وما اصلا ما بيفهمش حاجه. مين قال لك كده؟ بقول لك ايه، الناس كلها بتشكر فيه وطالما كشف غالي يبقى كويس يا عم عماد. يا احمد ده الدكتور حمار جاب كذا مره بلوى. هو انت دخلت في الطب يا عماد كمان؟ انا خايف عليك يا حماتي. دكتور حمار؟ امال انتصارات الناس بتبقى ايه؟ لما هو اتعلم وخد الشهاده وتعب وسهر وبقى دكتور قد الدنيا. بس مش كويس يا حماتي، ما بيعرفش يشخص الحاله صح. مش كويس؟ كشفت على اخلاقه؟ يا عماد يا خلاص يا عماد عماد بقى ما تجادلش يا عماد، امي تعبانه مش ناقصه يا عماد. خدهم يا عماد في اللي هي عايزه تروح عنده، ملناش دعوه. مش هي عايزه تكشف عند الدكتور ده، ريحها. بقول لك الدكتور مش كويس. بقول لك يا عماد خلاص ريحها، هي ست كبيره اعمل لها اللي هي عايزاه. حاضر حاضر حاضر. يلا روح يا ام يلا يا عماد يبقى طمنا. ايه ده انت مش جاي معانا ولا ايه يا احمد؟ لا اصل انا بصراحه جعان والاكل هيبرد فهاكل. هو بص سيبه ما أنا يعني بيوي. عادي يعني. ما هي معاك وانت مين؟ ما انت جوز اختي يعني، واحد يا عماد زي ابنها. صح. روح يا ام. يلا يا ماما، خريف، يلا. هو عامل مولد له يا اخواتي. معلش. اتفضلي يا حماتي. يلا امشي قدام. خلي بالك منها يا عماد. في عينيا في عينيا يا ندى. هتلاقي حاجه يبقى حلوه. اكلي اخوك يبقى اكلين. حاضر هتلاقي حاجه حلوه وانت ماشي. اتفضلي يا حماتي. حمى تشيلك لما جبت لها عصايه تسند عليها. عصايه؟ يلا يا حماتي اتفضلي. فضلك الله يا اخوي. قال قول لي بقى ان شاء الله هنروح ازاي؟ ده الدكتور محمد ده بعيد. هنركب مواصلات يا حماتي وهنروح. مواصلات؟ لا يا حبيبي، ده انت اسلم لك تروح جري. مواصلات ايه اللي اركبها ان شاء الله؟ انا ما بركبش مواصلات، انت تجيب لي تاكسي قدام البواب. يا حماتي تاكسي ايه؟ ده عربيات قدام البيت اهي، هنركبها ونروح هننزل قدام المستشفى بتاع الدكتور محمد. ايوه، واطلع بقى وارفع رجلي اروح جايه للميكروباص اروح واقع وانا مش قادره. انا مانيش قادره، حرام عليك، خلي في قلبك رحمه. خلاص ماشي، انت كل ده عايزاه ايه يعني؟ عايزه تاكسي؟ عايزه اوبر اوبر عشان يوديني هناك. خد اوبر. اتصل عليه. معايا تليفون. طب الحمد لله. يلا معاك رصيد؟ معايا يا حماتي. شاطر. الاوبر قال ازاي تركب اوبر؟ تركبي كارو. الو السلام عليكم. يلا يا حماتي يلا. اركب كارو وانت اللي تسوقه. ندوش يا اختي. ايه يا يا أحمد؟ سلام على الاكل. عجبك الاكل؟ الف هنا. بجد تسلم ايدك، الاكل طعمه يجنن. تسلم ايدي. ايه يا احمد ده جاهز. انا بس ما عملتش حاجه غير ان انا حطيته في الاطباق. انا قلت كده برضه، من امتى وانت بتعرفي تعملي اكل حلو كده اصلا؟ ماشي يا واد، يلا يلا روح هعمل لك حاجه بس. تشربها. طب شوفي لي فلوس. عايز كام؟ هاتي 2000 3 كده ولا حاجه، خليهم 5. 5 عشان عندي مصلحه كده عايز اخلصها. خلاص حاضر، هعمل لك حاجه تشربها وهجيب لك الفلوس. روح ريح شويه ما قدام. تتاخريش بقى عليا. حاضر. قول لي يا دكتور، قول لي عندي ايه؟ خير يا دكتور؟ خير ان شاء الله اطمنوا. ده شويه برد وبساط كده ومش محتاجين ان شاء الله ازازه دواء وهيبقى زي الفل يا حاج. دواء ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ دواء ايه؟ ده انا زوري مقفول وعظمي كله بيوجعني. لا 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 لا، انت تكتب لي على روجيتا قد كده مليانه وعلى حقن من مستورده ما تسترخص. انا بقول لك اهو، ده احنا دافعين 2000 جنيه. يا حماتي انا اللي دافع، وبعدين مش بكتر العلاج يعني. انا ولا انت واحد يا ولا؟ استنى يا حاجه فهميني كويس، الحقن اللي انت بتقولي عليها ده انت مش في احتياجها، هي ازازه دواء خلاص وانت مش محتاجه حاجه اصلا. مش في احتياجها؟ امال انا كنت دافعه 2000 جنيه ليه ان شاء الله من جيب من معانا؟ كنت دافعه 2000 جنيه ليه؟ عشان اخد ازازه دواء؟ انا كنت جبتها من الحكمه اللي بره في الصيدليه. انما انت لا يا حبيبي، انت تكتب لي روجيتا كبيره عشان ابني 100% هيلقط مني البرد، هيتعب، اجيلك تاني ب 2000 جنيه؟ لا، ياخد من الدواء اللي هينكتب في الروجيتا وكمان الحقن المستورده. يا حماتي خلاص انا هكتب لك على الحقنه دي. تمام. والروجيتا
ماشي، اللي انت عايزاه. ايوه كده. بس انا عايز اقول لك حاجه، انت مش محتاج العلاج ده كله. انت اصلا لو رحت عند اي دكتور صيدلي كان عطاك ازازه دواء وكنت خفته زي الفل. لا انا في احتياج وتعبانه، وبعدين انت مالك؟ انت مش ليك الفلوس ده، انا بشكر فيك. لا تمام، هكتب لك على حقنتين مش حقنه واحده. والدواء في الروجيتا، هتملى لي الروجيتا عشان ابني هياخد مني البرد. خلاص تمام. لا حول ولا قوة الا بالله. ايوه كده، شاطر. حوكل انت عشان ربنا ينتقي فيك الله. حاضر حاضر يا حماتي، اللي انت عايزاه. ايوه شاطر. اتفضلي. يلا بقى، مش مشكله، كفايه كده. يلا، عايز اكتر من كده ايه؟ كفايه كده. يلا مش مشكله، كتر خيرك. اهو فضيت شويه حبر تمن نص الكشف. يعني الف سلام عليك يا حماتي. الله يسلمك، ما كنتش انت تاخد البرد بدل ابني؟ ايه الست دي؟ مش فاهم. الله يعينها على نفسها. خد يا احمد. يا ندوشة يا اختي تعالي. 20,000 اهو. 20؟ مش 5 ولا 3 ولا 4. طب عماد مش هيسألك عليهم يا بنتي؟ لا، هقول لك، عماد شايل لي مصروف ليا وخاص بيا، فانا بحوشه علشان هو بيجيب كل حاجه، فده تحويشتي بقى، فعماد ملهوش علاقه بالفلوس ديت. والله يا اختي تعرفي انا اصلا كنت اقول لك شوفي لي 20 تاني، عشان بصراحه كده عليا اقساط وديون وبتاع السوبر ماركت وبتاع مش عارف القهوه، والدنيا بايظه معايا خالص يا اختي. بص يا احمد، انا بحوش الفلوس ديت علشانك انت وماما لما تحتاجوا حاجه ما اتكسفش اقول لعماد وكده، فما تخافش، انا مش قايله لعماد عليهم، ودول بتوعي انا شخصيا، فانت خليهم معاك، انا معيش غيرهم والله. طب اتصرفي في 20 تاني. منين يا احمد؟ ما انا بقولك معيش الا دول. طب خلاص اتصل على امك شوفها وصلت لفين واطمن عليها. ماشي. ايوه يا ماما. انتي فين؟ ايه في ايه؟ مش كشافلك؟ طيب يا ماما، طيب يا ماما، طيب يا ماما، اديني طيب عماد، اديني عماد يا ماما انا احكيه. ايه يا عماد؟ ما تجيب لي ماما اللي هي عايزاه، جيب لها اللي هي عايزاه، عكاز يعني، ما اجيب لها ست كبيره مش قادره تمشي، جيب لها اللي هي تنقيه. يا مدى وانا كل شويه لازم اكلمك واقول لك ما تعمل الحاجه من الاول. وبعدين تعالى بقى عشان عايزاك في موضوع، لما تيجي بس هقولك. طب ما تزعلش ماما والنبي يا عماد في الطريق. طيب يلا سلام. بص يا سيدي بقى، ايه؟ اول ما عماد يجي هجيب لك بقيه الفلوس. والله يا اختي ما تحرمش منك. يلا انت عشان تبقى مبسوط، بس شيل دول واكني ما اديتكش حاجه. طبعا هم خلاص في الحفظ والصول، ما تقلقيش. ماشي يا احمد. سلام يا اختي، انت حنينه قوي، ربنا يخلي لنا عماد. ايه يا حماتي مبسوطه كده؟ مبسوطة ايه؟ ده انت راجل ما عندكش احساس. ليه بس يا حماتي؟ جايب لي العكازين دول والعصايه دي، جايب لي اخف حاجه. مش انت اللي كنت المختاره دي؟ هو بعد كده قلت لا دي مش نافعاني وجبت دول؟ ما بصراحه شكلها عجبني، لكن انا كنت مستنيه منك انك تقول لي هجيب لك كرسي يا حماتي تقعدي عليه. ده الكرسي ده لا قدر الله بتاع اللي ما بيمشيش. هو انت بتفول عليا؟ انت مالك انت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين دولك لو كون واحد رجله مكسوره ولا بتاع، لكن مش اللي عنده برد يعني بيجيب عكازات زي دي. ما هو انا جايباهم باحتياط عشان لما تتكسر تمشي عليهم. يلا أنا؟ مشي ولا يلا. ربنا ياخدك وارتاح منك يا رب. احمد بقى هيفضل ينكف في ماما وماما تنكف فيه، اما اكلمه. ايه يا عماد؟ جبت الماما اللي هي عايزاه ولا لا؟
معلش يا عماد، ما تجيب هي العكاز اللي هي عايزاه، احنا مالنا، ما نريحها وخلاص، ست كبيره. وبعدين رضاها عندنا بالدنيا. طب بقول لك ايه، انت شايل فلوس هنا ولا هنا؟ عايزه فلوس. المصروف اللي انت بتدولي خلص، ما انا بجيب حاجات لنفسي. بص، هو الفلوس اللي انا هاخدها منك احمد اخويا هياخدها علشان عليه ديون. عماد هو انت بتزعق وماما جنبك؟ يعني هحتاج لمين ولا يحتاج لمين؟ ما انا اخته، ما هو طبيعي يقول لاخته اول حاجه. طيب تعالى عشان تجيب لي 10-20 ألف كده يا عماد، ما هو عليه ديون بقولك. طيب خلاص، انت داخل علينا يعني؟ ماشي، سلام. احمد بقى كل ما اقول له على حاجه دلوقتي بقى يتنطط لي ويزعق. اما اشوف احمد. الف سلام عليك يا حماتي، اتفضلي. الله يسلمك، كشف عليا من غير نيه، نيتك مش صافيه. على فكره يا حماتي، ايه يا ماما؟ انت عندك برد، مش رجليكي تعباكي يعني؟ صحيح يا ولا، انا نسيت. اصل العكازات دي عشان عظم مكسر عقبالك. حلوين 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 يا ايه ماما. رايك؟ حلوين. ذوق امك حلوين. شكلهم حلو، وجبت دي برضه احتياطي. حلوه يا ماما، كل حلو. حلو. وشنطه العلاج دي الدكتور كان كاتب لها على ازاز الدواء، قالت له لا معلش. عايزه بقى حقن، وعايزه اصل انا عندي ابني عشان لو حصل له حاجه. يا اختي، ما هو انا قلت انت بتبص لي في العلاج وانا مش هخف. انا عايزه اروح، روحوني. ده بيبص لي في اللومه وبيبص لي في العلاج، ده انت عينك فارغه. اطلب لك تاكسي؟ لا يا عماد، هقعد ارتاح شويه. يلا وسع السكه. يا عماد عايزاك في كلمتين. تعالي يا نادي. ما انا عارف عايزاني عشان الفلوس بتاع اخوك. وحاجه تانية، انا شايفك عمال تناكف في ماما، وماما ست كبيره، وكذا مره اقول لك اضحك في وشها وراضيها بكلمه حلوه، وانت اللي هتاخد الثواب في الاخر. بص يا ندى، خلينا الاول في الموضوع بتاع الفلوس بتاع اخوك. انا بديك يا بنت الناس مصروفك لنفسك كده، تجيبي بول اللي انت عايزاه، تحوشيه، تطلعيه لله، تديه لاخوكي. انا مش بسال فيه، لكن حرام يا ندى، حرام اللي هو ياخد 20,000 جنيه وبعد كده هو اصلا ما بيردهمش. يا عماد يعني يا اخويا بقول لك عليه ديون، يعني مش اقرب حد ليه اخته وجوز اخته، اما يطلب من الغريب يا عماد. بقول لك يا ندى، هياخد الفلوس يبقى في وعده ويجيبها لي تاني. ماشي، هيجيبها لك. تمام؟ حاضر والله. وبالنسبه بقى لامك، انا مش بناكف معاها ولا حاجه يا ست. رحنا عند الدكتور بيقول لها انت اجيب لي اكتب لك على ازازه الدواء، هتمشي عليها هتخفي وهتبقى تمام ان شاء الله. تقول له لا، ازازه الدواء ايه؟ اكتب لي على حقن، وحقن من المستورده، املي لي الروشته، اصل انا عندي ابن لو اتعدى لسه هيجي لك تاني واكشف ب 2000 جنيه. لا، اعمل حسابه. هو ايه ده يا ندى؟ معلش، انت عارف الناس الكبيره ديت دماغها بتبقى على قدها، هندقق على كلام مع ست كبيره، اعتبرها مامتك يا عماد. خرجنا من عند الدكتور، بعد ما خرجنا من عند الدكتور المفروض انا اوقف اوبر وهجيبها واجي. قالت لي لا انا مش هقدر اتحرك، يعني عايزه ايه يا حماتي؟ قالت لي عايزه عكاز. جبت لها العكاز اللي هو الخشب اللي هو العادي، وهي اللي نقاته. بعد ما جابته قالت لي لا ده مش عاجبني، هات لي. قالت لي الاثنين دول. يا ست دي لو واحد رجله مكسوره بيجيبه يعكز عليه. لا انت مستخسره فيا، انت مش عارف ايه يا ندى، انا زهقت. معلش يا عماد، ما انت كنت جبت لها اللي هو الاثنين اللي هم عاجبينها من الاول، ليه رايح تجيب لها الخشب؟ هي اللي منقيه ده وهي اللي منقيه ده يا ندى. معلش عديها، ست كبيره برضه. افضل اعدي لحد انت بس. معلش. انا تعبت يا ناس. حقك عليا انا، هات بس الفلوس عشان اديها لاحمد. خد يا ندى. ماشي. في وعده والفلوس تيجي يا ندى. حاضر يا عماد، في ايه؟ وبعدين ابتسم في وشهم والنبي، اخرج اقعد معاهم شويه. يلا يا عماد، يلا ربنا يهديك، يلا عشان خاطري. حاضر يا ندى، يلا. يلا.
اسمع يا واد يا احمد، عملت ايه؟ انا طلعت منه باللي قدرت عليه. العكازات دي انا يا اخويا مش محتاجاها، افول على نفسي بعد الشر. بعد الشر عنك يا امي طبعا. ايوه امال ايه؟ انا عارفه المكان اللي جايبينهم منه، هنروح نرجعهم واحنا مروحين النهارده ماشي. والعلاج ده العلاج يا ولا معدي ال2.5. بجد؟ امال ايه؟ هتروح الصيدليه هترجعهم ماشي، وهتقول له انا مش عايز غير ازازه الدواء بس، كل اللي عندي شغل بيوجعني شويه. قولي لي يا امي الحاجات دي غاليه ولا ايه؟ امال ايه؟ ده انا لقيت اغلى حاجه، كان في كرسي بعجل كان هيطلع من عيني، بس خفت بقى انا افول على نفسي والناس تقول هي ماشيه على كرسي ليه؟ لا 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 بلاش. مشكله. المهم انت يا ولا طلبت الفلوس من اختك؟ صلاة النبي 20,000. مرة واحدة يا ولا؟ ده انت اتقال على اللي جاي ده. قلت لها ان انا عليا ديون والدنيا بايظه معايا، وطلبت منها 20 تاني وهتجيبهم. ايه الحلاوة دي؟ ايه استني بس استني، ما تنسيش ده عشان نبيعها برضه يا امي. هو انت من امتى يعني بتسمعي ولا بتعرفي في الحاجات دي؟ هي هتطلع لها بمبلغ. ايوه حلو. أيوة. ماشي اهي. اسمعني، جهزت لي الاكل يا منكوس ولا اكلته لوحدك؟ بس انا عارفاك مفجوع. ما اقدرش انساكي، هو بصراحه الاكل كان كتير. ايوه وشاريت لك فرخه لوحدك. صلاة ده النبي غير صلاة بقى النبي. السلطات والرز والدنيا خربانه على الاخر. هو الراجل ده هبل ده لغايه دلوقتي مش عايز يسلم. هنعمل ايه؟ عايز ايه؟ خليه طالما العجله ماشيه وفي فلوس بتيجي. طب قول لي، هي هتجيب لك الفلوس التانية اللي قلت لها عليها؟ هي المفروض كده ان هي قالت اول ما عملت تيجي هجيبها لك. حلو قوي ده. ايوه اللي يجي منه احسن منه. امال ايه؟ انت بقى كلام عشان زورك، وبصراحه كده ما بقتش فاهم منك حاجه وتعبتني معاكي. هو انت من امتى بتفهم يا قلب امك؟ هات اوعي اوعي. مش انا بقول ما بتفهمش. عكازات. ما تصبر يا ولا، هيطلع دلوقتي هيلاقوا مركونين جنبك. طب امسكي هاتي ده بعيد عنك كده عشان ما يقولش ان انت ماسكاهم. ماشي. ايوه ولا ايه؟ طب هات الفلوس دي نشيلها. لا الا دي اهي دي بقى يا حبيبي، هيتحرص عليه الحاجات الثمينه، كل ما يخف وزنه ويزيد ثمنه تبعاني. حتى وانت تعبانه برضه طمعانه في كل حاجه كده، ما يملاش عينك غير التراب. ما تتلم يا ولا. خلاص حاضر اهدي بقى، يعني اسمي معنا دلوقتي ولا يجي فجأة. بقول لك ما تشوف كده العلاج ده، وحاول تجيب من الصيدليه علبه شامبو. ايوه شامبو. شامبو. امال ايه؟ وشاور حلو يا ولد. هو في ايه؟ اهدي. ما انت هتاخد فلوس بداله. طب ما احنا مش هنرجع العلاج عشان نجيب بداله حاجه، احنا عايزين فلوس. اهدي قلت لك زورك، اهدي شويه. ايوه جايه. صباح الخير يا ندوشه، عامله ايه يا حبيبي؟ عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله يا تعالي عمر. اتفضلي تسلمي. امال عماد فين؟ جوه في الاوضه. تعالي اتفضلي. اتفضلي يا حبيبي. ماما واخويا اتفضلي. قاعدين. صباح الخير يا طنط. صباح النور يا شيماء، منورتي. تسلم يا احمد، ربنا يعزك. معلش عشان امي بس تعبانه شويه. لا سلامتها. هدخل لحمه لعماد يا ندى. ماشي حبيبه قلبي. دي احمد 20,000 كمان اهم. تسلم ايدك يا اختي. شفتي يا امي قلت لك ندى هتجيب لنا 20,000 تاني من عماد. خدي يا امي، مش قلت لك اختي هتجيب لنا 20 تاني من عماد؟ 20. طب بصي يا ندى حبيبه ماما، اخوك يا حبيبتي محتاج يفتح مشروع حلو كده، وعشان ما ياخدش من جوزك تاني ولا ياخد منك فلوس تاني، فقولي لعماد على 100,000. ايوه 100,000 كفايه رضا. يا ماما ثانيه بس، 100,000 ايه؟ بعدين انا لسه مدياكوا 20 وادي 20 40، ومش هقدر اقول لعماد على 100,000 مره واحده. ده هتسد الديون، لكن ال100 دي زي ما امك قالت هبتدي بقى مشروع، وبعد كده المشروع يسدد نفسه بنفسه ويكبر بقى يبقى مين المكسب يا بنت؟ امال ايه؟ أيوة. مين المكسب؟ ماشي. مش عارفه يا ماما، بس كتير قوي على عماد. هيوافق. وبعدين يا احمد ال20,000 ديت سلف، انت هترجعهم لعماد. يبقى لكم وهتاخدوا يا اسمك انت يا ندى، في مالك؟ انا خلاص يعني الدنيا طارت. اخوك عشان خاطر يفتح المشروع والدنيا تمشي معاه وما يضطرش يمد ايده ليكي تاني. يا جماعه انا بقيت جايه على عماد زياده عن اللزوم.
انا حاسه ان انا كده بظلمه معايا. ليه كل الفلوس ديت؟ هو انت يعني خايفه على عماد ومش خايفه على اخوك؟ عايز اخوك يفضل متمرمط كده في الشغل عند الناس واللي مداينه واللي يطالبوا بالفلوس؟ في يا ندى مالك؟ خلاص يا حبيبي ما تزعلش نفسك يا ابني. احنا خلاص ما بقتش تحبنا يا أم. ايوه لا والله مش كده. حاضر انا هقول له. ما انت بتذلنا يا ندى. لا والله العظيم يا ماما انا ما اقدرش اعمل كده. خلاص يا احمد هقول له خير ان شاء الله، ربنا يسهل. اضغط عليه عشان يوافق. حاضر يا ماما هعمل اللي عليا. اما ادخل اشوف عماد وشيماء الشغل اللي بيقولوه ده باين عليهم معانا نصابه. انا لازم اقول لعماد. ايه ده؟ شيماء اختي تعالي. ازيك يا عماد عامل ايه؟ الحمد لله. اقعدي. بقول لك ايه يا عماد، انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع ضروري. طب اقعدي يا اختي، انت هنا من بدري الاول. الموضوع ما يستحقش. شيماء نعم يا حبيبي. لك نسكافيه. اه ده انا معلقه على اللبن والنبي يا شيماء ممكن بس تدفع عليه؟ ماشي يا ندى. معلش يا روحي. ماشي يا حبيبي ولا يهمك. عماد كنت عايزه اقول لك على حاجه. قولي. مش عارفه اجيبها لك ازاي. اللي هي ايه يعني؟ بص احمد اخويا عايز يعمل مشروع صغير كده وعايز 100,000 هساعده بيهم وهيثبتهم لك بالارباح. تقول ايه؟ اساعده بيهم وهو لسه هيسددني من الارباح؟ قول لك يا ندى اخوك بقى يتصرف يشيل بقى حمل نفسه، انا ماليش دعوه. معلش يا عماد هو ليه مين غيرنا؟ لا بقول لك ايه، له صحابه اللي هو بيقعد معاهم على الكافيهات والكلام ده، يروح بقى يقصد اي واحد فيهم يطلب منه فلوس، يدخله معاه شريك، يعمل اللي عايزه، لكن حل عن سماي انا وانا مش هدفع ولا جنيه. كان 100,000 خلينا نساعده. لا انا بقول لك ايه يا شيماء، انا معيش فلوس، ريحي دماغك، معيش فلوس، لسه واخد 20,000 وعايز تاني 100,000 ليه؟ والله انت مش هتدفعهم دلوقتي يعني، فكر في الموضوع. خلاص ماشي انا فكرت، معيش. يا عماد ولا عشان خاطري؟ يا ندى كان على خاطرك انت اجيب لك الدنيا كلها بحالها، لكن ده انسان اصلا مهمل، انسان مستهتر. سيبك انت من المشاريع بتاعته دي، ولا يعمل مشروع ولا غيره. طب بص لو كلموني في الموضوع هقول لهم عماد مش معاه فلوس وهيتصرف لكم فيه وانت سايس الموضوع. لا انت هتقول لهم بقى ايه، عماد بيقول اليومين دولك مزنوق ومعاش فلوس، يصبر شهرين 3 كده، لو ربنا كرمه هيديك الفلوس، وعقبال شهرين 3 يكون ربنا حلها. خلاص بقى ما تتضايقش. خلاص يا ندى خلاص روحي. 100,000 قال لا، ده داخلين على طمع اصلا. انا جبت النسكافيه يا ندى. حبيبتي الف هنا. بقول لك ايه، انت مش هتمشي النهارده لما تتغدي، مش كل مره هتقولي همشي وما تقعديش تتغدي معانا. لا خلاص انا ما احبش ازعلك طبعا يا ندوشه، انت جاليه عندي. ماشي يا روح قاعده قلبي. معاكي النهارده. ماشي نوري البيت كله. تسلمي لي حبيبتي. احمد ماما يا ندى عملت ايه؟ مع كل خير ان شاء الله. انا قلت لعماد على الموضوع اللي انتوا طلبتوه مني وقال لي بس 2-3. نعم كلمي انت بقى، انا مش هرد. لا انا مش هرد. 2-3؟ لا يا حبيبتي، ده انا قلت هيقول 2-3 ولا حاجه، اسبوع بكتيره، انما هيتنطط علينا ويقول 2-3 ليه؟ ان شاء الله مدير البنك. ما هو يا ماما عماد هيجيب منين 100,000؟ انت عارفه الدنيا. بقول لك ايه، خليه يستلف، معارفه كتير وصحابه كتير، يميل على اي حد فيهم ويجيب لنا ال 100,000، مش غلبه يعني. هو بقى براحته يسد براحته، ما يسدش ده حاجه ترجع يا له. بنت جوزك بيتعامل مع عملاء كتير بمبالغ كبيره، يعني لو رفع سماعه التليفون ال 100,000 هيكونوا تحت رجله. يا ماما عماد ما بيحبش موضوع السلف ده وما بيحبش يتدين لحد. لا خليه يحبه يا اختي، المره دي يعني ما جاتش عليها دي مره، ايه ما خربتش يا ندى. احمد خلاص خلاص يا أمك تعبانه، أنا مش قادرة. خلاص لا خلاص يا ام بالله عليك احنا صح. خلاص انا هقول لعماد، خلاص هقول له. قولي له يا حبيبتي، روحي. وقولي له ان فلوسه هتتسدله على الجزمه، قصدي على كل شهر، يعني ما يتأمرش علينا. ما تمسكيش في كلمه يسد دي قوي كده يا امي. يا ولد روحي انت، روحي ماشي. حاضر يا ماما حاضر يا احمد. ماشي روح. هو انت مفكر ان انت هتسدد؟ اصل شايفك بتتك عليها او من امتى واحنا بنسدد مالكش في اللعب يا موكوس. ايه دي بس انت كده، احنا كده ضغطنا عليها وهتدخل تقول له هتخليه يتصرف فيهم. صدقني انت
لما تقول له ان هو هيتسدد هيفكر وهيقول مش مشكله اهو يسدد، انا ما عنديش مشكله ويبقى يقابلني بقى. انا ما عنديش مشكله تقولي، بس ما تتكيش على الحاجه قوي. المهم يا ولد، واحنا جايين كان في محل كده بتاع عصير، بس عامل بقى حاجه اسمها قنبله فيها فواكه على كريم شانتيه على حاجات بقى تجنن. ايش غير الاكل والشرب وشامبوهات وكان وماني. طب اهدي شويه، لم ايدك شويه. ما انت اكلت ومالت بطنك. هعمل ايه؟ هستناكي، ما انا كنت جعان. يا عماد يا عماد، ده انا سامعاهم بوداني وهم عمالين يقولوا عايزين 100,000 جنيه منك ويستغلوك يا عماد. ما تقلقيش يا اختي، ما تقلقيش. ايه ده؟ يا ندى، انت يا شيماء انت اللي بتسلطي عماد على ماما واخويا؟ طب هم عملوا لك ايه بس يا شيماء؟ ده يا شيماء بحبك تروحي مسلطه وانا اقول يا عماد انت متغير على ماما واخويا؟ اتاري شيماء بتسلطك عليهم. في يا بنتي ماشي منه الكلام ده. ده بيحبوكوا يعني، ده بيعتبروكوا اولادهم زي انا واحمد. ليه بتعملوا كده بس؟ يا ندى يا حبيبتي، انت فهمت غلط، هي مش قصدها كده. فهمت غلط؟ شكرا جدا يا ندى. بجد والله مش متوقعه منكم كده. تعالي يا ندى بس. وبعدين فيها روح فهميها يا انا شيماء. هروح افهمها، ما ينفعش كده. بقى كده يا شيماء بتسلطي عماد على ماما واخويا، وانا اقول عماد متغير معاهم بيعملهم وحش وقلب وشه عليهم طول الوقت. يا ندى يا ندى يا حبيبتي، بجد زعلانه منك يا شيماء. يا حبيبي انا ما اقصدش ازعلك، انت عارفه انت جاليه عندي قد ايه، بس بجد اللي بيعملوه اهلك زودوها زياده عن اللزوم، فاحنا يعني ما ينفعش، هما كده بيستغلوا عماد يا ندى. طب ما هو اهلي برضو يا شيماء وبحبهم وبيحبوني، وبعدين هيطلبوا من حد غريب؟ ما انا بنتهم. انا عارفه ان انت بتحبيهم وبتخافي على اهلك، وعماد كمان بيحبك، بس هما كده يعني بيحاولوا يستغلوا عماد زياده عن اللزوم، وده جوزك برضو، فتخافي على تعبه وشقاه يا ندى. انا خلاص مش هاخد من عماد 100,000، اصلا انا قلت له خلاص يعني هنمطل في الموضوع، بس هم شفتي انتي عملوا ايه، زعلوا مني وحسوا ان انا مش عايزه اديهم الفلوس. انا هخرج اجيبها لهم بطريقه كويسه. حاولي تتصرفي، انت ذكيه يا ندى، بس زي ما بقولك خافي على بيتك وعلى جوزك، قرشه بيتعب وبيشقى بيه يا ندى، ماشي؟ يلا ربنا يصلح حالك يا حبيبتي، انا هستنى بره. هو عماد مش ناوي يطلق بقى ولا ايه يا امي؟ انا مش عارفه يا ابني، ده عمالين نضغط عليه مفيش فايده ولا في حاجه بتحركه ابدا. يا حبيبي ده خبطه مرزبه ولا 10 شاكوش، احنا نجيبها له على بلاطه. يا ام اسمها مية بالشاكوش بس. أنا عارفة. تسمعي بس، احنا كده اكبر مصلحه هتتم معانا لو ندى اختي اتطلقت. ايوه القايمه بتاعتها ب 800,000 جنيه، وهي البنت غلبانه، لا هتطلب كتير ولا هتطلب قليل، ممكن نرضاها ب 20,000 50,000 يا ست 100,000، وساعتها انا وانت هناخد ال 700,000 جنيه، انت 350 وانا 350. قصدك انا 400 وانت 300. ويا ست تطلع هي بس الاول وناخد القايمه. أيوة. ونعيش حياتنا بقى والفلوس تلعب في ايدينا بدل الهم والقرف اللي احنا فيه ده. كنا مستفادين يعني من الجوازه غير هي بس اللي عايشه مبسوطه ومرتاحه، وعشان تدينا الحاجه بتطلع عينينا. هو ده الحل البسيط. بص يا حبيبي، انت لما يجي نخلص في الحوار على طول. بالظبط. هنقول بقى ايه؟ بص يا عماد، ندى مش مرتاحه معاك وعايزه تطلق بس محروجه تقول لك. ايوه كده بس كده. خلص يا ابني، كل واحد يروح لحاله. لو جاب قعد بقى يرد كتير في الكلام اللي بينا وبينك محاكم. معقول اللي انا بسمعه ده؟ امي واخويا بيتفقوا عشان يخربوا بيتي ويطلقوني؟ ايه اللي انا بسمعه ده؟ اتاري شيماء كان عندها حق، وعماد عنده حق كمان. لا مش هسكت على الموضوع ده، بس مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه. هو ده الحل بقى يا امي. اللي انتوا بتقولوه ده، اللي انا سامعاه بودني ده. في يا ندى مالك؟ سمعت ايه؟ انت بتتفق على طلاقي انت وامك؟
ايه يا ماما اللي انا سامعاه ده اي ام بتتمنى ان بنتها تفضل قاعده في بيتها ومستوره في بيتها. ايه اللي انا سمعته بودني ما تجاوبوني. طب اهدي بس يا ندى، انت مش فاهمه حاجه. عماد ده ما ينفعكيش. ما ينفعكيش يا حبيبتي، انت تستاهلي واحد احسن من كده بمليون مره. مين قالك ليه بتكرري عني اصلا؟ عشان عايزينك ترتاحي وتبقي مبسوطه في حياتك. انا مستريحه ومبسوطه، ابعدوا عني وانا ابقى مستريحه ومبسوطه. انا بعمل كل ده علشانكم. بفضل اقول لعماد هات لي ماما، اعمل لاخويا، ادي اخويا، ادي ماما. كل ده بعمل اقصى ما عندي عشان اخليكم مبسوطين وعشان بحبكم وعشان بحب بيتي وجوزي. انتوا مالكم؟ ندى بتحب جوزك نفسه ما بيحبكيش يا حبيبتي، وفي اقرب وقت هيتجوز واحده تانية. انا عارفاه كويس. هو اشتكالك؟ طب وطي صوتك احسن يسمع. اهدي يسمع ايه؟ انا سمعت اصلا امي واخويا بيتفقوا ان هم يطلقوني وهم قاعدين في قلب بيتي. لسه مدياك 40,000 يا احمد، 20 في 20 وحاجات يا ماما. افتكرتيش لعماد اي حاجه؟ ده وداكي للدكتور، ده ابنك ذاته ما وداكيش للدكتور، وعماد هو اللي وداكي وجري بيكي وجابلك دي وجابلك وعملك. ايه يا ماما؟ هو انت بتذلينا يا ست ندى؟ مش بذلك يا ماما، بس انتوا جايين تتفقوا على طلاقي في قلب بيتي. اختي اهدي، هي كان درجة شيطان وخلاص. بس وطي صوتك احسن، ده هيبقى مصيبة لو عماد سمع ولنا بيت نتكلم فيه. انا بجد مش متوقعة منكم ان انتوا تعملوا كده وان انتوا تخربوا بيتي. تعالي حصلينا على البيت هناك وهنفهمك كل حاجة. احصل ايه بعد اللي انا سمعته؟ انا ما سمعتش غلط ولا كنتوا بتقولوا حاجة عادية علشان احصلك على البيت وافهم الدنيا ماشية ازاي. انتي بعد كل ده يا ماما وبعد اللي عماد بيعمله معاكوا عايزين تطلقوني عشان ايه؟ عشان قايمة؟ انت بتذلنا عشان ايه يا ست ندى؟ عشان جاب عكازين يعني وشويه علاج؟ لا يا حبيبتي، هما دول الفارقين معاك يا ماما؟ ما كله هيتسد. هات يا ام لم الحاجه وخلينا نمشي. ايوه امال ايه، كله هيتسد. هات عنك، هات كله هيتسد يا حبيبتي. هات تليفونك. ايوه احنا هنمشي يا ندى، هنمشي. ما تقلقيش، ما تكسريش نفسنا بالشكل ده. كل حاجه هتتسد، مش هنسيب لك حاجه. ده كل اللي فارق معاكوا؟ ما هو انت مش فاهمانا ولا فاهمه نيتنا ولا فاهمه ان احنا عايزين نعمل ايه عشانك. عايزينك تعيشي احسن عيشه ومع انسان يبسطك ويكون شكله حلو. استني بس، انا فاهمه كل حاجه كويس. طالما سمعت بقى، ايوه فعلا عايزينك تتطلقي. القايمه مش قليله، 800,000 جنيه عبيطه، يعني هيخلونا كلنا في حته تاني. اهدي يا امي، وساعتها 1000 واحد يتمناك يا عبيطه. انت هيجيلك جوازه احسن منها. انت لسه صغيره وحلوه، انما ده اكبر منك بكتير. يا جماعه صوتوا علينا كده في ايه؟ تعالى يا عماد شوف. انا بجد انا فعلا كنت المفروض اسمع كلامكم. انا اسفه يا شيماء ان انا ما سمعتش كلامك وظنيت فيكي ان انت بتسلطي عماد على ماما واخويا. طلعوا ماما واخويا ناويين على طلاقي عشان خاطر القايمه وسمعتهم بودني. ودلوقتي انا بجد مش عايزه اشوفكم في بيتي تاني. اطلعوا بره. اطلعوا بره، هتخربوا بيتي علشان قايمه. يا ندى معلش، دولك مهما كان اهلك، وما دام انت وقفت معايا وما سمعتيش كلامهم انا هحطهم فوق دماغي وكأن ده ما فيش اي حاجه حصلت. بقول لك كانوا عايزين يخربوا بيتنا، كانوا عايزين اطلق منك يا عماد عشان خاطر القايمه. انت فهمت غلط يا بنت. اللي بتقوليه ده يا ندى بعد اللي عماد بيعملوا معاكم كله ما افتكرتوش اي حاجه كويسه ليه غير ان انتوا تطلقوا بنتكم منه. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر فلوس القايمه 800,000. يلا يا احمد، احنا بقالناش قاعده هنا. استني بس يا حماتي، ما دام انت وقفت جنبي وما سمعتيش كلامهم انا بقول لك ان مفيش حاجه حصلت، ودي غلطه ان شاء الله هم هيتعلموا منها ومش هيعملوا كده تاني. مش هنعمل كده تاني خلاص. مش هنتكلم في الموضوع ده خالص ولا هنطلب حاجه من جوزك يا ستي. بقول لك ايه يا امي، صراحه كده هم عندهم حق. عماد احنا غلطانين، ما تزعلش مننا. احنا جينا عليك كتير وافترينا عليك بصراحه، وفعلا ايوه كل ده عشان نخرب على اختي، بس كان تفكيرنا غلط. الحاجات دي كلها ملهاش لازمه معانا اصلا، بس كنا بنطلبها منك عشان خاطر نروح نبيعها. نروح نبيعها. ايوه، فيا ريت تسامحنا، والله انت ابن حلال وتستاهل كل خير. وانت يا اختي حقك علينا، ما تزعليش، كان تفكيرنا غلط، كل همنا الفلوس. ولا ايه يا امي؟ كفايه بقى. كلامه عنده حق،
كلامه صح. احنا كل اللي كان يهمنا ان احنا نطلع بمصلحه من ورا عماد، لكن انت ابن اصول ومحترم. وطلعت بتمسك بها، لو واحد تاني كان زمانه دلوقتي طلعها من ساعتها. الحمد لله ان انتوا عرفتوا غلطكم وكويس. على فكره انا بحبكم جدا، انت امي وانت اخويا وانت جوزي، مش عايزه ازعل حد فيكم، انا بس كنت عايزه الكل يبقى مرضي. هو انا ينفع اخد العلاج؟ مش هرجعه والله، بس عشان لو هو جاله برد